المنتخب المغربي. هو من بين أبرز المرشحين للتتويج باللقب، هو لا زال سيد إفريقيا إلى غاية الآن. يبدو أن المنتخب مرشح كبير أمين للفوز بكأس أفريقيا، مقدم أوراق اعتماده كمرشح من بين أبرز وأقوى المرشحين للتتويج بكأس أفريقيا. لو أنه حتى قبل هذه المباراة بعبع القارة الإفريقية بعد فترة فراغ مر بها، الآن أعتقد أن المنتخب بصدد تكوين جيل ذهبي جديد في تاريخ كرة القدم. هذا الجيل على عكس الجيل السابق الذي كان محليا تقريبا بنسبة 100%. هذا الجيل خليط بين المحترفين في أقوى الدوريات الأوروبية، ولذلك أعتقد أن المنتخب من فرصة تاريخية أخرى من أجل التتويج بكأس إفريقيا جديدة. المروك طوب، عندهم دراري شفتهم كشي لعبوا هكذا طايرين. المروك طوب، سينيغال طوب، وسون بارلي دي زوطر. انت غدوه كيفاش راح تلعب؟ هادو يطلعوا هادو يطلعوا بنفس العباد اللي يسيروا الكره تاع بلادهم، وانت يطلعوا بنفس العباد هادو، هما يروحوا الفوق وانت تقعد غير تكذب وتخلص صحابك في التلفزيون وسارتا باش يهضروا عليك بالكذب وكذا، كلش كذب. هذه واحد قيمة تاعو امين ثابته في الميدان. لما تشوف المنتخب يلعب مهما كانت النتيجه، طريقه اللعب ديالو ما تغيرش، يعني ما يتفرفش، ما يبانيكيش من فوق الميدان ويلعب، يسجل، يعدل، يعاود يفوز. اما المنتخب الجزائري والتونسي نقول باللي في بعض الاحيان نخرجوا من الاطار. لما قال لك ما نحتفلش، عنده الحق، ما نحتفلش ما يتاهل للنهائيات كاس افريقيا محمد. ما كانش ما يتأهلش، المنتخبات الكبرى كلها راح تأهل للنهائيات. ابعاد يمشي للدور بعيد، من الصعب في ادغال افريقيا الوصول الى ادوار متقدمه. في اضعف حالاته كان يصل على الاقل للدور ربع النهائي في كاس افريقيا. لذلك هو واحد ايضا من المنتخبات القويه، خصوصا أن نقطة قوة المنتخب واقعيته الكبيرة، يلعب دائما على قدرة لاعبيه، على إمكانيات لاعبيه. لذلك أيضا من بين المرشحين للتتويج باللقب. المغرب كان عندهم لاعبين كبار، ولكن في أدغال إفريقيا ما عملوا حتى شيء. تلحق أقل شيء النهائي وترجع ولا نصف النهائي. وقالت نديروا في الخانة تاع المنتخبات المغاربة اللي عندها مشاكل في أدغال إفريقيا، راح تكون صعيب عليه كثير بزاف باش يلحق للدور النهائي او يفوز بكاس افريقيا. نعم. وماشي غير هما كانا ريسبونسابل، لا ريسبونسابيليتي انكومب اوسي à Erdogan aux politiques. Il y a eu depuis des années, il n'y a pas de politique sur le sport et en particulier sur le football. Mais on ne peut pas développer un pays, développer une partie ou laisser le sport qui حاجة مهمة vital, la vitrine تاع la nation pour le sport. كل هذيك البلاد اليوم بون سونتي اترافيرس لو سبور تاعها تخليها بجيح، ما كاش منها هذه ديفلوبي اون ميم طون. هذه بوكو بليس تعطي لها لامبورطونس، لان عندك سي ان بي دو جون كاع صغار، الشعب هذا كاع صغير، ولو كان الفوتبول زيت ماساكر ودخل فيه غير الفساد راحت عليك شبيبه تاعك، راحت شبابه تاعك. اداء فعفوا انا نكون صريح راح نكون قاسي شويه. محرز راهو عالة على المنتخب في المباراتين، وانا مانيش نتكلم من كلام من عندي، راني نتكلم بما شاهدناه من اداء. تتحدث عن المباراتين ولا تاريخ محرز مع المنتخب؟ محرز يبقى واحد من احسن اللاعبين في تاريخ كرة القدم الجزائرية، هذا شيء مفروغ منه، ولكن الشرعية الثورية اخي العزيز ما نقدروش نلعبوا بها احنا في المنتخب. ما تقدرش كي تكون لاعب كبير تجي تلعب، وانا بيناتنا ميدو انا ماذا بيا بالماضي كي ما راكش تلعب وانت على جال السطاتيو تاعو بما انه لاعب كبير، والاداء كي نقولوا الاداء ما راهش يقنع. لازم تعطينا اجابه علاش راك تلعبوا، علاش، لماذا تصر على اقحام محرز اساسيا؟ هذه اولا. وثانيا تصر على ابقائه لاطول مده ممكنه على ارضيه الميدان رغم كثره اخطائه، ورغم انه لا يدافع ولا يهاجم ولا يقدم توزيعه صحيحه ولا يقدم تمريره صحيحه. لماذا يبقى محرز اساسيا فوق المستطيل الأخضر ولأطول مدة ممكنة؟ نعم. قاسي سعيد الناخب الوطني قال أيضا بأن كل اللاعبين اللي دخلوا كاحتياطيين كان من الممكن أن أشركهم كأساسيين منذ البداية.
لكن الظروف حالت دون ذلك. وتحدث على بغداد بونجاح اون بارتيكولي يعني بشكل خاص، وقال لك بغداد كان يمكن ان اخرجه قبل اثناء التغييرات، قال لك لكني فضلت المغامره وابقاء بغداد، سليماني، عموره، بالاضافه الى والناس تقريبا 4 لاعبين على الرواق وقلبي هجوم. لو كان خرج بغداد قبل الوقت كنا المقابله تنتهي ب2-1 بغداد ما يعدلش. لما تدخل احنا خاسرين 2-1، واش دخل المدافعين؟ لازم تدخل المهاجمين، تدخل وسط الميدان باش يعزوا الهجوم. اليوم واحد ميدو، اليوم نقولها بصراحه، تكلمنا على محرز من احسن اللاعبين في العالم، كان من احسن اللاعبين. اليوم كما قلت هضرت مع لامين، كاين 3 ستار في هذا لاكوب دافريك اللي هو محرز وماني صلاح المقابله الاخرى ضد الغانا ما نجمش نقرا الغيب، ولكن بالنسبه لي لو كان قاعد صلاح كانوا ما يعدلوش النتيجه. نعم، حتى المصريين يتحدثون هكذا، كانوا ما يعدلوش النتيجه. ميدو بعد خروج صلاح اللاعبين كلهم تحروا. شوف البارح تاع المقابله تاع الكاميرون والسنغال، الكاميرون رجع في المقابله، قلص النتيجه ورجع حب يولي في المقابله، ويعني كان ضيع هدف تعادل مباشره في الجوله الثالثه. نعم، تاع شكون؟ ساديو ماني. يعني ساديو ماني السنغال اليوم تلقاه في الميدان. احنا محرز ما لقيناش، ما لازمش نغامر. اذا كان محرز ما عندوش القوه باش يؤدي المقابله يعني كما كان في الماضي، نحطوا على دكه الاحتياط. ونقول لك لمين حتى لو تحطوا على دكه الاحتياط ما راحش تستفاد منه، محرز ما تدخلوه، لان الريتم يكون عالي بزاف، هو ما يقدرش ما يلحق الريتم. عكس الجان تاعنا عمورة اللي دخلوا في الدقيقه الاخرى يقدر يلعب، في الدقيقه الاولى يقدر يلعب، عنده الامكانيات البدنيه والتقنيه، وخاصه عنده لا جرينتا. نعم، اعطيني حقي. اليوم يا حسام اتوجه لكل من يريد الاخوه المزيفه وكل تلك الاحلام التي يعيشها البعض، من لم يستفق لهذه المؤامره التحاك ضد الجزائر من علاقه مباشره بالمؤامره، بيان سور، مؤامره مستهدفه الجزائر المعلومه التي اصبحت معلومه الان. شوف اليوم غير النيه انا تعرف حتى على المستوى الرسمي رايت احتجاجات الجزائر في الامم المتحده، في حركه عدم الانحياز، في كومبالا، في اوغندا. كلنا نريد ان نرفع صوت المظلومين وصوت الحق. نحن لا نهرول يا اخي للامور التي يريدونها هم، نحن لم نهرول للتطبيع، نحن لم نهرول لهذه الامور الجزائر. تعتقد أن المنتخب الجزائري راح ضحيه السياسه السياديه للجزائر؟ باذن الله يثبت للجميع اننا لن نسكت عن حقنا. ما نسحقوش كوب دافريك هكذا، احنا كوب دافريك جبناها رجال. ديروا لايك متابعينا الكرام، اكبر عدد من اللايكات والبارتاج بالاضافه الى الاعجاب والتعليقات اسفل الفيديو باش اننا نوصلوا هذا الفيديو الى العالم وكذلك الى الاعلام العربي والعالمي، باش ان هذا الفيديو انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، بالاضافه الى انكم تعبروا على الاراء ديالكم حول هذا المقطع الفيديو في التعليقات اسفل الفيديو. وكنشكركم على المتابعه الدائمه للقناه والتفاعل مع الفيديوهات السابقه والقادمه ان شاء الله. وغادي نوعدكم اننا غادي نقدموا افضل منتوج كروي في المملكه المغربيه، وكذلك لنظهر به تطور المملكة المغربية في مجموعة من المستويات كرويا رياضيا اجتماعيا وسياسيا. متابعينا الكرام كنشكركم بزاف على المتابعة، والى فيديو قادم ان شاء الله.